اجمل دور في تاريخ الشطرنج دور بين كاسباروف وتوبولوف. الدور ده كاسباروف قدر ان هو يسيب 4 ارخاخ ببلاش او يضحي ب4 ارخاخ لتوبولوف. خلي بالكم ان توبولوف اللي بيلعب قدامه مش لاعب مبتدئ مثلا، لا ده بطل عالم، يعني توبولوف خد اوريدي بطولة العالم قبل كده. فالدور جميل جدا هتستمتعوا بيه، فتابعونا لحد الاخر. يلا بينا نبدأ، ولكن قبل ما نبدأ لو انت عايز تزود مستواك في الشطرنج ابدأ دلوقتي بانك تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الكورسات المجانية وفعلا مستواك يزيد في الشطرنج. يلا بينا. هنا الابيض اللي هو كاسباروف لعب E4، رد عليه توبولوف D6 D4 NF6 NC3 G6 بيشوب E3 بيشوب G7 كوين D2. فكرة الافتتاح ده طبعا ده افتتاح ده اسمه بيرك. فكرته ايه؟ فكرته ان الابيض بيبيت طويل لكن الاسود بيبيت قصير. طبعا الابيض بيحاول يكسر الفيل ده لان الفيل ده اقوى قطعه بتدافع ويلعب H4 H5، وفي المقابل الاسود بيحاول يعمل كاونتر اتاك C6 B5 او C6 وبعدين يلعب الاي 5 اذا كان هيعمل كاونتر اتاك او هجوم مضاد في السنتر او هيعمل هجوم مضاد في جناح الوزير. طيب تعال نشوف الدور كمل ازاي. هنا الاسود توبولوف لعب C6، راح رد عليه كاسباروف F3. F3 ليها فكرتين. الفكره الاولى ان توبولوف كان محضر ان هو يلعب البي 5 بعدها بي 4 ويهدد الحصان اللي هو كان حامي البدأ ده، فبالتالي انت حصانك بيمشي وفي الاخر انا باكل البدأ دي الحاجه الاولى، فهو قال لك انا هريح نفسي وهلعب الاف 3. الحاجه الثانيه ان الحصان هنا بيبقى في اي وقت طالب ان هو ينط هنا وياكل الفيل خلي بالكم الفيل ده لو اتكسر في الحصان ده تبقى خطوره كبيره للابيض. ليه؟ لان الفيل بيبقى ملوش اي قطعه مضاده، مش بعرف اكسره، بيبقى قطعه زي سنايبر كده واقفه في وسط جيش الخصم وانا مش عارف اكسرها باي حاجه، والحل الوحيد ان انا اكسرها هو ان انا اجي بالفيل واكسرها، فما ينفعش اسمح ان هو يكسر حصان في فيل. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ راح لعب له فعلا بي 5 ولعب هنا كاسباروف ان اي 2 ان دي 7 وهنا لعب بيشوب اتش 6. بيشوب اتش 6 الابيض بيفكر ان هو يكمل انتشار، هو خلاص هيبيت في نقله دلوقتي وبدأ هجوم، هيبدأ هجوم وهيكسر الفيل اللي هو أقوى قطعة بتدافع للأسود اللي هو الفيل الأسود. وهنا كان ممكن الأسود اللي هو توبولوف كان في الموقف كان ممكن يبيت، وفي الموقف كان الأسود زي ما قلت لكم إن هو هيعمل كاونتر أتاك يا إما في جناح الوزير يا إما في السنتر، والأبيض هيحاول يلعب H4 H5 ويكسر الفيل ويعمل هجوم على جناح الملك، ودور طبيعي جدا. ولكن هنا توبولوف قرر إن هو ما يبيتش وقرر إنه ياكل فيل في فيل، فكاسباروف كلب الوزير. خلوا بالكم ان كاسباروف حتى الان ما عملش اي حاجه سحريه، الراجل انتشر بالفيل بالوزير بالحصان ولعب F3 عشان يمنع نطه الحصان. حتى الان هو ما عملش اي مشاكل، لكن دلوقتي بدات تظهر مشكله عند الاسود. المشكله اللي عند الاسود ان هو دلوقتي مش هيعرف يبيت قصير لان خلاص الوزير بقى مانع، وحتى كمان مفيش نطه الحصان اللي هي تمشي الوزير لان البدا اوريدي مانع النطه، فاذا الوزير هيفضل واقف مكانه والملك مش هيعرف يبيت. فانت الحل الوحيد في الموقف انك هتبيت طويل، وخلي بالكم ان لسه من نقله كانت ملعوبه البي 5، فاذا الاسود هيضطر يبيت في مكان مفتوح، فعشان كده كانت فيل في فيل مش نقله دقيقه قوي. طيب الدور كمل ازاي؟ راح لعب بيشوب بي 7 وهنا لعب كاسباروف اي 3 اي 5 بيحاول طبعا يعمل هجوم مضاد على السنتر زي ما انا قلت لكم. وهنا الابيض قرر انه يبيت، طبعا برضو مازال الابيض مش بيعمل اي حاجه مش طبيعيه، الراجل كاسباروف بيلعب النقلات الطبيعي السهل الممتنع. طيب في ناس كتير بتوصل للميدل جيم وتقول لك انا مش عارف اكمل ازاي، انا جيت في الاوبننج او في الافتتاح طلعت بالقطع وبيت وطلعت بالوزير، باجي في الميدل جيم مش عارف اكمل ازاي. هنا كاسباروف هيوريكم ازاي تكمل في الميدل جيم. طيب اقول لك ازاي كاسباروف بيفكر في الميدل جيم. هو بيفكر ان هو بيحط كل قطعه في احسن مكان. طب تعالوا نشوف ازاي الكلام وهو طبقه في الدور. هو مبدئيا حط الوزير في احسن مكان، الحصان في احسن مكان، الحصان الثاني مش في احسن مكان، ولكن هنا برضو الرخ مش في احسن مكان والملك مش في احسن مكان. فايه اللي قرروا ان هو يعمله دلوقتي؟ ان هو يبيت فيحط الرخ في احسن مكان اللي هو في السنتر. طب تعالوا نشوف اللي هيحصل النقله اللي جايه. لعب كوين اي 7 راح لعب كينج بي 1، هو كده كمان حط الملك في احسن مكان. يبقى في النقلتين اللي فاتوا الملك اتحرك واتحرك تاني، الملك راح لاحسن مكان، الرخ راحت لاحسن مكان. طيب لعب ايه هنا الاسود؟ لعب A6 بيحمي البيادق بتاعته، بيفكر ان هو يبيت طويل. وهنا راح لعب كاسباروف NF1. ليه لعب NF1؟ تعالوا نبص على القطعه كده ونشوف كل قطعه في احسن مكان ولا لا. الحصان هنا في احسن مكان مسيطر على مربعات السنتر، الوزير طبعا مانع انه يبيت، الرخ في احسن مكان، ولكن الحصان ده مش في احسن مكان، الفيل ده مش في احسن مكان، الرخ مش في احسن مكان.
طيب ايه الحل؟ الحصان ده لو فكرت ان انا امشيه في اوبشنين او في يعني خيارين، يا اما اروح هنا، ولكن هنا طبعا ملوش اي مستقبل فبالتالي مش احسن مكان، ولكن انا لو جيت هنا انا عندي مستقبل حلو خالص ان انا ممكن انط في الاي 5، مربع حلو جدا. طيب وكمان لما بنط بالحصان بيسمح لي ان انا ممكن اخرج بالفيل، فبالتالي دي احسن نقله البيست موف ولعبها كاسباروف ان هو لاعب ان اف 1. يبقى في الميدل جيم لو انت عايز تلعب لعب محترفين حاول تحط كل قطعه في احسن مكان، احسن مكان اللي هو اكتر مربعات فيها انتشار، اكتر مربع تقدر تسيطر بيه على مربعات اكتر. طيب هو بايت طويل وهنا لاعب نايت بي 3 كاسباروف، راح كل بدأ في بدأ كله بالرخ، لعب له سي 5 طالب رخك، وهنا رجع بالرخ مفيش اي مشاكل، وهنا لعب ان بي 6. خلي بالكم ان توبولوف كمان بيحاول يحط كل قطعه في احسن مكان، يعني هو هنا حط الحصان في احسن مكان، من نقلتين كان جاب الوزير في احسن مكان بيحضر انه يبيت، وبيت برضه حط الملك في احسن مكان، وبعد شويه هتلاقيه مشي بالملك. فاذا برضه توبولوف بطل عالم اوريدي بيحاول يحط كل قطعه في احسن مكان، ولكن هو بيلعب كام نقله كده مش دقيقه في النص هي اللي بتخليه يضيع الدور. طيب لعب جي 3 هنا، لو فكرتوا تعالوا نفكر مكان الابيض نشوف هيفكر ازاي. احنا قلنا ان كل قطعه حتى الان في احسن مكان، فاضل الحصان ده ممكن يتحرك هنا، فاضل الوزير كمان في احسن مكان، فاضل الفيل هو اللي مش في احسن مكان، والرخ مش في احسن مكان. طيب احسن مكان للفيل فين؟ لو واحد مبتدئ هيقول لك خلاص اطلع بالفيل في 3، طبعا في الفيل في 3 هيخسر قطعه، ولكن قول مثلا هطلع بالفيل في 2، ده لو حد مبتدئ. لكن كاسباروف مش بيفكر كده اطلاقا، كاسباروف مش بيطلع القطع غير في احسن مكان. احسن مكان للفيل فين؟ احسن مكان للفيل انه يلعبه في الاتش 3. في الاتش 3 اوريدي انت هتاخد وتر مفتوح، اقوى مكان للفيل هو الاتش 3. طيب فهنا لعب كاسباروف جي 3 بيحضر ان هو يطلع الفيل في الاتش 3، راح لعب كينج بي 8 زي ما قلت لكم. توبولوف بيحاول يحط كل قطعه في احسن مكان. طيب راح لعب له ان اي 5 بيهدد الفيل دوا. طيب هو الفيل ده اصلا مهم، الفيل ده مهم جدا لان الفيل ده هو الوحيد اللي بيدافع عن الملك. هتقول لي في حصان، ايوه في حصان، بس خلي بالك بيادق الملك كلها مفتوحه، فاذا الملك ضعيف جدا، الملك محتاج قطع جنبه كتير عشان يدافع. فلو انا سمحت، يعني لو انا لعبت اي حاجه مثلا جيت بالرخ مثلا هنا وسمحت ان هو ياكل كده وانا اكل بالوزير كده، انا ملكي بيتعرض لضغط لان مفيش قطع حواليه. فبالتالي هنا توبولوف قرر قرار صح ان هو يرجع بالفيل وما يسمحش ان الفيل بتاعه يتاكل. طيب لعب له بيشوب اتش 3، مازال كاسباروف بيحط كل قطع في احسن مكان، وهنا توبولوف لعب دي 5. دي 5 دي كانت اول برضو نقله مش دقيقه. ليه الدي 5 نقله مش دقيقه؟ لان خلي بالك دلوقتي انت لما هتلعب الدي 5 مسيره البدأ ده هيتاكل في البدأ ده وهيتفتح السنتر. خلي بالكم ان ده الفايلين دول اسمهم السنتر، لما يتفتحوا السنتر دول، لما يتفتح وسط الرقعه بيقدر الشخص يهاجم على اي جناح بسهوله. يعني اقدر اهاجم على جناح الوزير اللي هو الجناح دوت، واقدر اهاجم برضو على جناح الملك اللي هو الجناح ده. طبعا جناح الملك لان الملك المفروض يبيت في المكان ده اسمه جناح الملك، مازال حتى لو انت بيت في العكس برضو مازال اسمه جناح الملك وجناح الوزير. طيب فاذا لما السنتر بيتفتح بيبقى عرضه اي مشكله في الجناحات بتبان بسهوله. فلو خدتوا بالكم ان جناح الملك جناح الوزير سوري عند الاسود متعري جدا جدا، يعني الملك الاسود ضعيف جدا، ولكن في الموقف يعني السنتر مش مفتوح قوي، فبالتالي انت مش في خطوره كبيره. ولكن بعد الدي 5 دي بدات تظهر المشاكل للملك لانك انت بدات تفتح السنتر، فبالتالي هتتعرض لمشاكل كتير. طيب اول مشكله تعرض لها الاسود هنا توبولوف ان هو كاسباروف لعب له كوين اف 4 كش. خلي بالكم ان النقله دي اوريدي ما كانتش موجوده المره اللي فاتت لان كوين اف 4 ما كانتش كش، لكن بعد الدي 5 زي ما قلت لكم بدات تعمل ضعفات. فكوين اف 4 كش، هات ملكك لازم تمشي بالملك، راح مشي بالملك. وهنا برضو كاسباروف لعب النقله السهل الممتنع، حط كل قطعه في احسن مكان، حط القطعه الوحيده اللي مش شغاله حصانه في احسن مكان، فيل والحصان الثاني والوزير والفيل والرخ، قطعه واحده مش شغاله تعالوا نشغلها. روك اتش اي 1 طبعا هي البيست موف، حط كل قطعه في احسن مكان. طبعا هو دلوقتي مهدد ان هو ياكل بدأ في بدأ طالب وزيره. طيب هنا الاسود توبولوف قرر ان هو يلعب نقله، ان هو قال لك خلاص انا فتحت الدور وبدات اتعرض لمشاكل، تعالوا نقفل الدور تاني ونحل المشكله، ويا عم كل واحد راح لحاله. ولعب فعلا هنا دي 4، قال لك احاول اقفل الدور بسرعه واخد مساحه يمكن ده يشفع لي. ولكن طبعا هنا كاسباروف خلاص مقرر ان هو لا انا هفتح الدور، انا معايا عامل له ضعفات كتيره في جناح الوزير، فبالتالي انا محتاج افتح الدور. طيب لعب ايه هنا؟ طبعا لو حد مبتدئ هيقول لك ايه؟ هيقول لك انا هرجع بالحصان، انا اطلع ازاي واخسر بيه ده؟ لا، كاسباروف بيفكر ان هو بيحط كل قطعه في احسن مكان. احسن مكان للحصان فين؟ اوكي احسن مكان للحصان هو الدي 5.
طيب راح لعب الحصان هنا، راح كل حصان في حصان، راح كل بالبيدق. خلي بالكم ان هو طالب الوزير، ما تقدرش تاكل كده ولا تقدر تاكل كده لاني انا طالب وزيرك دلوقتي. فهنا توبولوف راح لعب كوين دي 6، طالب وزيرك، طالب يكسر وزراء لان طبعا ملكه في خطر فعايز يكسر وزراء. دي اول حاجه. والحاجه الثانيه ان ضغط على البدق ده حتى الان باربع قطع بالحصان والوزير والرخ والفيل، البدق اجباري بيقع. ولكن هنا اول تضحيه في الدور، اول نقله قويه جدا. وقف الفيديو وحاول تجيب النقله بنفسك، وما دام وقفت ما تنساش تدعم القناه بلايك عشان الفيديو يوصل لناس تانيين. فهعتبر ان انت جيت، والنقله الصح هنا هي اول تضحيه رخ في الدور. لعب ايه في الموقف ده؟ لعب رخ في بيدق، ضحى رخ. طيب تعالوا نفهمها مع بعض. مبدئيا هو مش لازم ياكل الرخ، يعني لو فكرنا ان هو في الموقف ده لاعب كينج بي 6 هيبقى طالب حاجتين، هيبقى طالب حصان ملك في حصان، وهيبقى برضه طالب الرخ. طيب هحل ازاي الكلام ده؟ كاسباروف كان هيلعب بي 4، طبعا الكلام ده ما بيتلعبش في الدور ولكن انا بفهمكم اللي هيحصل. طيب بي 4 ايه اللي هيحصل لو كان هو رخك؟ انا باكل وزير في بيدق كيش. خلي بالكم ان مفيش ولا مربع للملك متاح غير مربع واحد اللي هو السي 7، كل المربعات ممسوكه بالقطع. فهيجي في السي 7 هديله كيش. خلي بالكم كمان ان الملك ملوش اي مربعات دلوقتي، يعني المربعين دول ممسوكين بسبب ان الفيل جه في احسن مكان. يعني لولا ان انا حطيت القطعه في احسن مكان، لولا ان ده ساعدني ان كمان الملك بيتحبس دلوقتي اجباري اتغطي بالفيل، وساعتها باكل وزير في فيل وكده كش مات. كسبت الدور، ولكن كان هيبقى كش مات وبتضحيه رخ واحده وما كناش عملنا الفيديو. لكن طبعا هو احنا قلنا هنضحي باربع ارخاخ. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي حصل في الدور. في الدور هو كل بدأ في رخ على طول. وهنا النقلة التانية القوية ان هو بيديله كش بالرخ، بيضحي له رخ تانية. وهنا توبولوف طبعا قرر ان هو ما ياكلش الرخ التانية، لانه لو كان كل الرخ التانية في الموقف ده هو طبعا مشي كينج بي 6. ولكن لو فكرنا ان هو لو كان كل الرخ التانية كنت انا باكل وزير في بدأ كش، اجباري تمشي بالملك بديك كش. وهنا طبعا يا بتغطي بالوزير يا بتغطي بالفيل. تعال نفترض انك غطيت بالوزير، فانا بديك كش مات بالحصان، يعني كش مات جميله جدا. فهنقول ان هو هيغطي بالفيل، بديله كش بالحصان. ما تقدرش تيجي هنا عشان الفيل القطعه محطوطه في احسن مكان. طيب اجباري تمشي بالملك هنا، اديتك كش بالوزير وكده الدور خلص، كسبت الدور. ولكن كان هيبقى كش مات في تضحيتين رخ، لا احنا عايزين اربع تضحيات. طيب فهو طبعا ما كلش التضحيه الثانيه. طيب فاداله كش، راح مشي بالملك، وهنا لعب له وزير في بدأ كش، راح كل الحصان ضحى له حصان. وهنا لعب بي 4 بيحاول يستدرج الملك، يخليه يقرب على ملكه عشان يعرف يحبسه اكتر. طيب راح لعب كينج اي 4، راح لعب له كوين سي 3 بفكره ايه؟ فكره انا عايز اديك كش مات في واحد. فاجباري في الموقف ده هو كان وزير في بيدا بيحمي الكش مات. وهنا راح لعب كاسباروف لعب روك اي 7 بفكره ايه؟ فكره انا عايز رخ في بيدا كش مات. راح توبولوف رد عليه بيشوب بي 7 بيحمي البيدا. وراح هنا تضحيه الرخ الثالثه كل رخ في فيل. ما تقدرش طبعا تقبل التضحيه، لانك انت لو قبلت التضحيه دلوقتي انت بتاخد كش مات. فاذا التضحيه الثالثه للرخ ما قبلهاش، لانه ما كانش يقدر يقبلها لانه هياخد كش مات بسرعه. فبالتالي لما كان رخ راح قال له تعالى يا عم نكسر وزراء، يا عم انا مش عايز الرخ بتاعتك، مش عايز تضحيه الرخ بتاعتك، تعالى نكسر وزراء. راح لعب ايه؟ وزير في حصان، عايز كش مات برده، ما زال الهجوم جامد جدا. راح لعب له ملك في بيدا، وكانت مش افضل نقله في الموقف ده ان هو ياكل ملك في بيدا، كان الافضل هنا ان هو يدي كش. ولكن خلينا نشوف ملك في بيدا اللي اتلعبت. راح لعب له وزير في بيدا كش، راح كل البيدا اللي بعده، راح لعب له سي 3 بيضحي له بيدا. هو طبعا ما كانش اجباري ياكل البيدا، ولكن لو افترضنا ان هو جه مثلا كينج بي 3 انا بديله كش بيخش بالملك كده، بديله كش بنوصل لنفس الموقف اللي هنوصل له، ان هو في الموقف ده كل البيدا على طول. راح اداله كش من الاي 1 كش ملك، راح لعب كينج في الدي 2 راح اداله كش، راح نزل كينج دي 1. وهنا نقله بريليانت ثانيه، نقله تضحيه ثانيه، طبعا مش تضحيه رخ المره دي، ولكن لعب له بيشوب اف 1. بيقول له ايه؟ بيقول له هات وزيرك. وزيرك دلوقتي فيه مشكله، انت لو مشيت مثلا بالوزير في اي مربع زي هنا مثلا، انا بديك كش مات في واحد. طيب انا مش هقدر امشي بالوزير هنا. طب لو افترضت ان انا مثلا كلت وزير في وزير في فيل، ايه اللي هيحصل؟ وزير في فيل انا هديك كش كده اجباري تمشي بالملك، هديك كش بالرخ اجباري تغطي بالوزير، وكلت بكش مات وخسرت الدور برده. فاذا انت ما تقدرش كمان تاكل الفيل، فالوزير لا عارف يتحرك ولا عارف ياكل. فالحل الوحيد هو انه كان يلعب روك دي 2، هات وزيرك يا عم، لو انت كلت وزيري انا هاكل وزيرك. ولكن طبعا هنا هو راح لعب له تضحيه الرخ الرابعه، قال له روك دي 7 هات رخك انت، رخك ما ينفعش تاكل كده ابدا. الرخ بقت مربوطه على الملك، اجباري تاكلني المره دي، اجباري تاكل التضحيه اللي انا مضحيها لك. راح كل فعلا الرخ، راح كل فيل في وزير، راح كل بدأ في فيل، وهنا كل وزير في رخ، ودخلنا اند جيم وزير ضد رخ. لكن لسه الدور ما خلص. طيب لعب ايه هنا كاسباروف؟
لعب له الاول توبولوف روك دي 3، خلي بالكم هدد البيضه، راح لعب له كوين اي 8 محامي البيضه، راح لعب سي 3، راح اداله كش في الاي 4، كش بالوزير مشي بالملك، خلي بالكم ان البيضه بقى مش محمي، راح لعب اف 4 بيحمي البيادق بتاعته، راح لعب له اف 5، راح لعب كينج سي 1 بيأمن ملكه عشان البيضه ما يتزحش بكش في اي وقت، او ما يبقاش فيه كش هنا مثلا لان الوزير ماسك المربع دوت. راح لعب له روك دي 2، وهنا راح لعب له كوين اي 7. كوين اي 7 ليها فكرتين، الفكره الاولانيه انا ممكن ادي كش مثلا هنا، ممكن ادي كش هنا، كش هنا تبقى طالبه البيضه، غير كده اوريدي انا طالب وزير في بيضه. دور جميل جدا لكاسباروف، عمال يضحي باربع ارخاخ سابهم ببلاش، زائد ان هو ضحى بحصان وضحى بفيل. لو عجبك الدور هتلاقي فيه سلسله كامله في القناه اسمها اجمل ادوار الشطرنج، منقي لك اجمل الادوار اللي في التاريخ اللي انت ممكن تشوفها في حياتك يعني، فادوار جميله جدا. افتح السلسله هتلاقيها على يميني دلوقتي واتفرج وعيش حياتك، ونشوفك على خير ان شاء الله. الى اللقاء.